يا أهلا بكم مرة ثانية يا أحلى مهندسين، واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان The Hairdresser's Husband. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك يا أحلى مهندس ليوصلك كل جديد، ولتشجع القناة تكبر وعلشان تكبر عيلتنا بوجودكم يا أجدع مهندسين. جاهزين للهندسة؟ يلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع مراهق عمره 12 سنة اسمه أنطونيو بحب دايما يروح لصالون الحلاقة لأنه المديرة تبعته امرأة فرنسية جميلة، وحتى لو ما كانش عنده شعر يحلقه فبروح هناك بس علشان يقضي شوية وقت معاها وتدلعه. وبيوم من الأيام على طاولة العشاء الأب بيبدأ يسأل بأولاده إيش عاوزين يكونوا لما يكبروا بالمستقبل، فالأخ الأكبر من أنطونيو بيحكي بأنه عاوز يكون مهندس مدني، بس أنطونيو الصغير بيحكي بأنه عاوز يتزوج مصففة شعر، فأبوه بعصب وبيلطشه كف. ومن وقتها فهدف أنطونيو الأكبر وسقف طموحاته صار إنه بس يتزوج مصففة الشعر الفرنسية اللي بصالون الحلاقة، وما بفكرش بأي شيء ثاني إطلاقا. بس أحلام هذا الطفل شكلها مش حتتحقق، لأنه مصففة الشعر الفرنسية تم العثور عليها ميتة بحمض سام تعرضت له عن طريق الخطأ. وبعد سنين طويلة بيفتح صالون حلاقة جديد بالبلد، وبتكون في مصففة شعر جديدة اسمها ماتيلدا بتشتغل فيه، ورئيسها بالشغل أعطاها الصالون وإدارته بعد تقاعده. وبيكون أنطونيو كبر وصار شكله زي ما انتم شايفين، وبيتكلم مع ماتيلدا وبيكون عاوز يقص شعره، بس ماتيلدا بتحكي له إنه يرجع كمان نص ساعة لأنها بتنتظر زبون ثاني حاجز بهذا الوقت. وبياخذ أنطونيو موقع قريب من الصالون وبراقب ماتيلدا، ولسه ما حدش أجل الصالون مثل ما حكت، وبيدخل وبيقعد على كرسي الحلاقة، واثناء قصها لشعره بلاحظ أنطونيو إنه ماتيلدا مش لابسة حمالات صدر، وبيبدأ يشعر بشهوة تجاهها. وبعد انتهاء الحلاقة بيعرض أنطونيو الزواج على ماتيلدا قبل ما يعرف اسمها حتى، بس ماتيلدا ما بتردش عليه. وقبل ما يطلع أنطونيو بيعتذر لها عن تصرفه الوقح، وبيقضي أنطونيو ليلته تحت نافذة ماتيلدا اللي شقتها بتكون فوق صالون الحلاقة تبعها. وبيكون أنطونيو يفكر إيش حيعمل. وبيوم من الأيام بعد ما تحلق ماتيلدا لأنطونيو بتحكي له إنه لو ما كانش حيضحك عليها أو يخدعها فحتقبل عرض الزواج تبعه. فبيشعر أنطونيو للحظة بأنه حلم طفولته إنه يتزوج مصففة شعر حيتحقق أخيرا. وبيقعد الاثنين مع بعض وبيبدوا يتكلموا عن اهتماماتهم، طفولتهم وخططهم المستقبلية، وببوسوا بعض لأول مرة. وبيتزوج الاثنين وبيعملوا حفلتهم بصالون الحلاقة بحضور صاحب الصالون السابق وأخوه ومراته. وبيقضوا شهر العسل تبعهم بالمكان اللي كان يروح عليه أنطونيو لما كان صغير بجانب الشط. وبيوم بينما ماتيلدا بتغسل شعر زبون بيوقف أنطونيو من وراها وبيلعب بالبلالين. وبعد ما يروح الزبون بيعمل أنطونيو تشكشك أحمى ماتيلدا. وبيوم بتدخل امرأة بتصرخ على طفلها لأنه شعره مبهدل وعاوزة تظبط له إياه، وبتحكي المرأة لماتيلدا إنها تبنت هذا الطفل ونادمة على الساعة اللي تبنته فيها، وعلشان يخففوا عن الطفل شوية بيرقص أنطونيو أمامه وبغني له. وكالعادة لما تطلع المرأة والطفل بيحضنوا بعض، وبتحكي ماتيلدا بأنها خايفة إنه أنطونيو كل اهتمامه بيها بيوم من الأيام، وبتطلب منه يحضنها حتى الخنق. وبيكون أنطونيو مش عارف ليه مراته خايفة إنه يتركها على الرغم من إنه بحبها وبيحترمها، ولأنه طول سنينهم وهم متزوجين مع بعض ما حصلش أي خلاف بينهم باستثناء خلاف صغير وتافه. وبأنه بعد هذا الخلاف الصغير طلع أنطونيو من البيت يدخن، وبأنه بعد شوية قربت ماتيلدا من أنطونيو واعتذروا لبعض وعملوا تشوك آح، وبأنه بعدها الاثنين عملوا حفلة صغيرة مع بعض. وبنرجع للمستقبل بعد ما طلع أحد الزبائن من الصالون والمطر والرعد بلش ينزل، وبدون ما يضيعوا وقت الاثنين بيعملوا تشوك آح مع بعض لأنه ما فيش حد حيجيهم بالمطر. بس ماتيلدا بتوقف تشوك آح وبتقول بأنها حتطلع لتروح تجيب شوية أكل وترجع، بس قبل ما تطلع بتلف ماتيلدا لإله وبتودعه وكأنها رايحة تموت. وبتقرب ماتيلدا من حافة نهر غميق وبتنط فيه وبتنتحر. وبكون في بمحفظة ماتيلدا رسالة خاصة لزوجها أنطونيو بعد ما تم استخراج جثتها من البحر، وبهذه الرسالة بتحكي ماتيلدا لأنطونيو بأنها سعيدة جدا إنها قضت وقت معاه، ولكنها كانت خايفة إنه أنطونيو يكون اهتمامه بيها بيوم من الأيام، وبأنها مش حتتحمل هذا الشيء إطلاقا، لهيك انتحرت قبل ما تشعر بهذا الشعور. وبعدها بيقضي أنطونيو كل وقته بالصالون وهو يطلع على المكان اللي كانت مراته توقف فيه دايما. وفجأة بيدخل زبون للصالون وبيغسل أنطونيو شعره وبيرجع يجلس على الكرسي وبيبتسم وبيحكي له بأنه مصففة الشعر حتيجي بعد شوية وبأنه ما يستعجلش، ظنا منه إنه مراته ماتيلدا لساتها عايشة. يا رباه ما أصعب الفراق. ولهون بيخلص ملخص فيلم The Hairdresser's Husband. لو عجبك هذا الملخص وحابب أنشر ملخصات مشابهة اشترك بالقناة يا مهندس، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها، وشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم أخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.